ازيكم؟ يلا بينا نعمل بيتزا العجينة السايلة بطريقة جميلة جدا. هتطلع معايا سهلة وقوامها مظبوط وطعمها خطير قوي. يلا بينا هقولكم انا عملتها ازاي. طبعا المكونات الداخلية كلها اختياري، فالاضافات او المتاح عندك في البيت هنشتغل بيه. انا كان عندي نص كيلو من القطع البانيه، ابتديت اجيبه اقطعه، غسلته كويس جدا وصفيته من الميه اللي فيه، وابتديت اقطعه قطع، حاولت ان هي تكون سميكة شوية، فكان عندي فيها قطع رفيعة وقطع سميكة. لكن لو انتي هتشتري صدور، خلي الفرارجي يقطع لك الصدر يكون سميك شوية عشان ما ينشفش معايا في الزيت. تمام، انا حبيت اعملها ستريبس فقطعتها بالشكل دوت. هيكون انا عندي اهو قدامكم اهو قطع سميكة وقطع رفيعة، اللي فاتت دي كانت قطع رفيعة قوي. القطع السميكة هبتدي اقطعها برضو صوابع بالشكل دوت. تمام، او ممكن تجيبيه متقطع جاهز، ممكن تقولي للفرارجي قطعهولي جاهز. وهنا اهو كان متصفي معايا من اي سوائل. هبتدي اجهز التتبيله بتاعتي، تتبيله جميله جدا، دي نص كوبايه حليب هنزل بيها في البوله اللي احنا هنتبل فيها البانيه. وهنا معايا نص كوبايه من الزبادي، زبادي بلدي او شركات، العلبه الصغيره. تمام، دي نص العلبه الصغيره. طبعا لو علبه كبيره هناخد ربعها. هبتدي بقى انزل بتوم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبابريكا عاديه. انا نزلت بالفلفل الاسود فريش بس ما اتصورتش هنا اهو. تمام، هي كل المكونات هتلاقوها تحت الفيديو. ولو حسيتي انها صعب في ان هي تمتزج سوا، هنبتدي نجيب مضرب ونقلبهم مع بعض، هيمتزجوا بسرعه جدا. تمام، بعد ما اتاكد ان مفيش عندي اي تكتلات خالص، هبتدي انزل بقطع البانيه بتاعي. تمام، وهنسيبها في التتبيله اقل حاجه نص ساعه. يعني انا عايزه اقول لكم التتبيله دي هتطري نسيج الفراخ وهتخليه جميل قوي. التتبيله دي لاي يعني للستريبس ده بتعمليه، لو انت عايزه تعمليه لوحده كده وتعمليه سندوتشات هتطلع معاكي جميل جدا. نبتدي بقى نيجي لصلصه البيتزا اللي هتديلي طعم جميل قوي. انا بنزل هنا بكوبايه عصير طماطم، دي طماطم انا مفرزاها مصلصاها على النار وعاملاها اكياس صلصه، دي كوبايه منها. نزلت هنا توم باودر، زعتر، ملح وسكر. برضو هتلاقي المكونات تحت الفيديو. اهم حاجه ما تزودوش نسبه التوم او اي تابل من اللي انا حاطاه فيهم علشان ما تمررش معايا. وببتدي اقلب المكونات دي على البارد. وكان في قطعه صلصه ما فكتش بس هتفك معايا على النار، هرفعها على نار هاديه. اول ما تبتدي تغلي معايا هنبتدي نعد ربع ساعه بالظبط ونطفي عليها. تمام، طبعا لو مش عندك طماطم صلصه متصلصه تقيل كده، حاولي تجيبي طماطم جاهزه عشان تديكي نتيجه ممتازه. اول ما يعدي ربع ساعه بالظبط بعد ما تبتدي تغلي، ببتدي اطفي النار على طول، هتطلع مظبوطه جدا. نبتدي بقى مشروم، كل دي اضافات داخليه، اللي انت عايزه تستغني فيه استغني، يعني اللي مش متاح عندك استغني عنه. ببتدي اجيب المشروم دولت 250 جرام، حوالي 250 جرام مشروم، بني او ابيض زي ما انت عايزه. هنبتدي نمسحه بمنديل عشان المشروم مش بيتغسل، وهقطعه قطع سميكه. عايزه تستغني عن المشروم خالص براحتك، المتاح عندك في التلاجة هنشتغل بيه. فهبتدي اقطع المشروم قطع سميكه، وهبتدي اجي في طاسه عندي على النار فيها معلقه سمنه صغيره. احنا عايزين ندبل بس المشروم. بعد ما قطعته قطع سميكه اهو، السمنه تسيح مني، وهبتدي انزل بالمشروم او معلقه زيت كبيره. السمنه تسيح وتبتدي تسخن وهنزل بالمشروم، هقلب فيها حوالي بالظبط 5 7 دقايق. اول ما يدبل ويبتدي ينزل ميته كده، هبتدي اطفي عليه النار. انا عايزه ادبله بس، هدي رشه فلفل اسود. تمام، بالظبط 5 ل7 دقايق وهنطفي على طول. ويلا بينا بقى نجهز الكفر الخارجي بتاع قطع الستريبس بتاعي. هبتدي انزل بكوبايه من الدقيق. تمام، هنزل عليها بنفس التوابل اللي انا تبلت بيها الستريبس. تمام، بنفس الكميات، مش هنضيف تابل ولا هنقل تابل، احنا نفس المكونات بالظبط هننزل بيها. وهتلاقوها تحت الفيديو، هكتب لكم نفس كميات ونفس نوع التوابل اللي انا حطيتها هنزل بيها هنا في الكفر الخارجي. تمام، اهم حاجه ان انا هقلبها كويس. وهاجي بقى بالقطع البانيه بتاعتي بعد ما اتبلت شويه، هنزل بيها مبدرها كويس قوي. تمام، انا هنزل بشويه شويه وهبتدي اتبلهم مع بعض. اهم حاجه ان انا اغطيها، هكفر القطع البانيه كلها. تمام، ويكون معايا او جنبي طبق، هبتدي طبعا ان انا انفض منه الدقيق الزياده عشان ما يبهدلش الزيت معايا. وهنقل على طول في طبق اكون مجهزاه جنبي. تمام، هبتدي ابدر هنا وهنقل في طبق. اهم حاجه انا بوريكم ان لازم تكون يعني الكفر يكون محوط كل الفراخ، مقلبينها كويس فيه. تمام،
هبتدي احط شويه شويه وهعمل نفس الخطوات لحد ما خلاص قطع البانيه بتاعتي كلها. هاجي بقى هنا في زيت غزير نار متوسطه، وهبتدي انزل بالستريبس بتاعي بقطع الستريبس. تمام. انا هبتدي احط مثلا حوالي، انا حطيت نص كيلو على مرتين، انا ببتدي احطهم على بعض مش مهم، كده كده كله هيحمر ما تقلقوش. يعني بحط على بعض قطع كده كده صغيره، مش هيحصل حاجه، يعني كله هيستوي كويس. اهم حاجه تكون النار متوسطه. تمام. وما نعليش قوي علشان تستوي من جوه قطع البانيه لو في قطع سميكه فيها. بعد 5 دقايق هنا ابتديت اشوف اول ما ياخد الكفر الذهبي ده هصفيه كويس جدا، اتخلص من اي زيت فيه. تمام. انا عملتهم على مرتين ونص كيلو بالظبط. اتخلص من اي زيت زياده فيه وهصفيه اطلعه على مصفى وهنزل بباقي الكميه. انا ضفت اهو باقي كميه البانيه بتاعي. وبس كده نيجي بقى نجهز العجينه السايله بتاعتي. هبتدي هنا اجهز معايا خميره فوريه، هحط معلقتين صغيرين ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر. تمام. دولت هحطهم على قد ايه؟ انا هنا عملت 3 كوبايات دقيق. الكميه دي ظبطت معايا جدا في 3 كوبايات دقيق. ونزلت هنا عليهم بكوبايتين ميه من الحنفيه، ميه فتره عادي خالص، كوبايتين ميه. ما تحاوليش تزودي كميه الميه علشان لما نحط المكونات على العجينه من فوق ما تنزلش جوه البيتزا. تمام. ما تنزلش جوه العجينه، يعني المكونات اللي هي هنحط طماطم فلفل الحاجات دي ما تنزلش جواها. فانا هحط كوبايتين ميه ل3 كوبايات دقيق، وهبتدي بالمضرب بالراحه كده هفك العجين من بعض. تمام. هيتفك معايا سهل جدا. وهقول لكم ال3 كوبايات دقيق دول عملوا معايا دقيق. انا عايزه اقول لك بالظبط هي كل كوبايه دقيق هتعمل معاكي صينيه متوسطه الحجم. انا عملوا معايا 3 صواني فيهم صينيه صغيره، عشان صينيتين كانوا كبار وواحده صغيره. فاحنا هنقول ان كوبايه الدقيق هتعمل معايا صينيه متوسطه. انا هنا اهو بعد ما قلبت الدقيق بالميه كويس والمكونات كلها بتاعتي طلعت ده السمك بتاع العجينه المظبوط. اركني بقى العجينة دي 10 دقايق بالظبط، هنكون قطعنا فيهم لو فلفل او طماطم او زيتون. جهزي فيها كل المكونات اللي انت هتضيفيها على الوش. تمام. انا كنت جهزتها عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. وابتديت هنا اجهز الصينيه اللي انا هشتغل فيها دي. انا حبيت اشتغل في حاجه بايركس، فكره مجنونه، حبيت اقول لكم نتيجتها ايه. حطيت عليها ورق زبده، ونزلت هنا برشه زيت هفردها كويس في الصينيه. تمام. انا حبيت اجرب النتيجه هتبقى ايه وانقل لكم تجربتي. فالنتيجه كانت كويسه، لكن الافضل هتعمله في ألمونيوم او في الجرانيت. طلعت معايا حلوه قوي. انا حبيت بس انقل الفكره بتاعت البايركس اقول لكم نتيجته هتبقى عامله ازاي. تمام. طيب انا هعرف السمك المظبوط ازاي؟ ببتدي اخليها على طبقه رفيعه خالص، وما انساش ان هي بتخمر تاني. فانا هعمل سمك حوالي صباع، يعني بعرض الصباع. تمام. وهبتدي هنا ارش الصلصه بتاعتي على الوش. بصوا الصلصه لو هي كانت خفيفه كانت الصلصه نزلت لتحت. فانا هحاول القوام المظبوط زي ما انا قلت لكم اهو. ما نحاولش نخلي القوام اخف من كده علشان المكونات اللي انا هحطها من فوق ما تنزلش جوه العجينه بتاعتي. وهبتدي اوزعها بالفرشه. والصلصه امشوا على مقدارها، عايزين تزودوا كميه الصلصه اللي انا عملتها دي زودوها وشيلوها في برطمان في الفريزر، اشتغلوا منه على طول. تمام. عايزه اقول لكم برده كوبايه صلصه الطماطم ديت، كوبايه عصير الطماطم دي عملت معايا 3 بيتزات مظبوط جدا. تمام. فلو انت عايزه تعملي كميه كبيره وتشيليها في الفريزر، ممكن تعملي كميه وحطيها، بس بلاش كيس بلاستيك، ممكن نحطها في برطمان عشان طعمها ما يتغيرش. اي حاجه فيها توم بحس ان هي طعمها في الاكياس البلاستيك بتغير عن البرطمانات. جربي كده وانت هتحسي مع نفسك. تمام. عايزه تعمليها فريش، اعملي كوبايه او المج الكبير اللي عملته الصلصه ده هيكفي معاكي 3 صواني متوسطين بيتزا. تمام. هبتدي هنا اي اضافات انت عايزه تحطيها هنبتدي نضيفها هنا اهو. لو العجينه سايله كانت زمان المكونات دي نزلت تحت، فده القوام مظبوط. هنبتدي بقى نرص عليه قطع الستريبس بتاعتي. وما تقلقيش هي كده مش رفيعه، لو زودتي هتحسي ان انت بتاكلي فينو. فانا بحب السمك او زي ما انت عايزه. شوفي انت السمك اللي انت عايزاه، بس انا استكفيت بحوالي يعني طولا عقله صباع بالظبط كده. ابتديت اوزع طماطم قطع الستريبس اهي، اوزعتها بالشكل ده. عايزه تقطعيها قطع صغيره عن كده قطعيها زي ما انت عايزه. حطيت فلفل وطماطم وهحط زيتون ومشروم.
هنوزع كده بالتساوي كويس على وش البيتزا بتاعتي. وانا كنت عامله صينيتين كمان، بس عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم حبيت اصور لكم واحد بس موضح. تمام، صينيه واحده موضح. هنا ابتديت اضيف المشروم. عايزه تستغني عن القطع الستريبس ديت وتحطي سجق، لحمه مفرومه، هوت دوج، زي ما انت عايزه. وبعد ما نحط كل الاضافات اللي احنا عايزين نضيفها على الوش هنبتدي ننزل بالموتزاريلا بتاعتي. تمام. انا عايزه اقول لكم الموتزاريلا دي انا جربت كذا نوع موتزاريلا، والموتزاريلا دي بتديني نتيجه مرضيه جدا. يعني انا جربت في كذا حاجه، بس حقيقه مطه وطعم وريحه ممتازين جدا، وما فيهاش زيوت نباتيه، هي طبيعي. تمام. مش بعمل لها دعايه، انا حبيت بس اقول لكم لو انتوا بتدوروا او احترتوا زيي في ان انتوا تشوفوا موتزاريلا مش معمول لها دعايه على الفاضي، لا دي طعمها جميل جدا. هنا دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت معايا حوالي تلت ساعة، طلعت بالشكل الجميل ده. انا هنا هبتدي افتح الشواية عليها، وهنا ضفت نفس الكمية في البرام دوت، كان جرانيت، اديته دهنة بسيطة زيت من تحت، ما حطيتش ورق زبدة، حبيت اجرب دهنة بسيطة من تحت. اول ما هتاخد اللون الذهبي البسيط من تحت ده هبتدي افتح عليه الشواية. يبقى انا هنا خدت معايا رف اوسط درجة حرارة 180، خدت معايا تلت ساعة. خلاص، هتفتحي عليها الشواية علشان الموتزاريلا تسيح معايا. وكانت ريحتها رهيبة، بجد الجبنة كانت مديها ريحة رهيبة. وعايزة اقول لكم المطة بتاعتها جميلة جدا. هي كانت سخنة جدا، على الرغم من كده برضو حاولت اوريكم قطعة بتمط ازاي. تمام. واهم حاجة فعلا ان هي طبيعي، ما فيهاش اي زيوت نباتية. هنا انا قطعت البيتزا قطع، وحبيت هوريكم دلوقتي شكل المطة بتاعت الجبنة. عايزة اقول لكم هي ريحتها اصلا كانت رهيبة قلب البيت عندي. ما كنتش عارفة اطلعها من تحت كويس قوي، كانت لسه سخنة جدا، يعني دي كده اول ما طلعت معايا من الفرن. تمام. بصوا بقى شكل المطة، بجد يا جماعة انا لولا ان هي سخنة مولعة انا كنت عايزة اوريكم شكلها اكتر من كده، بس هي كانت رائعة بالنسبة لي، نتيجتها مرضية جدا. وسمك العجينة معايا كان مناسب قوي. بصوا ده البايركس التاني. تمام. فانا كنت عاملة 2 حجم كبير وصينية صغيرة. بصوا الصينية دي انا ما كنتش دهنها اي حاجة من تحت غير رشة زيت بسيطة قوي. طلعتها هنا لما هديت ابتدت تتقطع حلو وسهل قوي. تمام. انا عايزاكم بس تجربوا الطريقه بتاعت العجينه السايله دي، هتديكم نتيجه. انا يعتبر بحبها عن العجين، يعني انا بحب العجينه السايله دي عن العجين بتاع البيتزا. جربوها وبألف هنا، مستنيه رأيكم في الكومنتات.